بعد الباقي اللي هو اخر شيء، خلي الباقي على ربك، خلي الباقي على ربك. يعني انت الحين فيك صبر وما قارنت نفسك بالثانيين، خلي الباقي على ربك، توكل على ربك، توكل على الله، هو الحي القيوم، وخلاص الباقي خلوا على ربك. مثل ليش؟ اجتهاد والصبر وباقي على ربك. ونفس الشيء اصبر ولا تقارن نفسك بالثانيين، بس توكل على الله، نزل كل مره ولا تقصر بالمقاطع، المحتوى لازم يكون مضبوط، هذا اهم شيء، والله راح يوفقك باذن الله، والله راح يوفقك باذن الله. بيبي 9 مليون 9 جنب 6 اصفار ما نقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة؟ تسعة مليون يا جماعة، قاعد احضر الحين حضن واحد 9 مليون واحد جاي تعال. الحمد لله يا جماعة، قبل لا ابدا وادخل بالاشياء المهمة في المقطع ودي اقول بس كلام من القلب يا جماعة، والله ما اخذ من وقتك الثمين، وقتك الثمين جدا يهمني، دقيقة من وقتك. انا انسان يا جماعة بديت في اليوتيوب في عام 2016، 4 سنين تقريبا. يوم بديت باليوتيوب كنت باديها هواية ومتعة، والى الان انا مستمتع، ولكن فرق شتان بين ابو فلة 2016 وابو فلة 2020. كل الاشياء اللي تغيرت بين الفترتين هذه بعد الله ثم انتو، سببكم انتو. قبل 4 سنين كنت اتدين من القهوة عشان اخذ لي بطل ماء يا جماعة، والله ما اكذب، يشهد الله اني ما اكذب، وكنت اتدين من ربعي بعد. والان يا جماعة واصل لمرحلة قاعد اسوي اشياء مجنونة، قاعد ابني مسجد، قاعد اكفل يتامى بالمقطع هذا راح تشوفون بعد شوي، حركت عليكم، قاعد اسوي اشياء مجنونة يا جماعة. من بعد الله ثم انتو، لهذا خلينا ندخل من العميق الان يا حبيبي. دائما ابو فلة في كل مليون يتعدى لازم يشكر ربه اللي رزق، وان شكرتم لأزيدنكم. اللي راح اسويه كالآتي يا جماعة، احنا الآن بموقع جمعية العون المباشر، ما يحتاج اتكلم كثير، هذا الموقع من افضل المواقع اللي تسوي فيه مشاريع خيرية. اللي راح اسويه كالآتي، دام يا جماعة وصلنا 9 مليون، اجل 9 مليون نكفل 9 ايتام ما نقدر. فمثل ما تشوفون مشروع كفالة الايتام ابو فلة ومتابعينه. قبل لا اسوي اي شيء واعيد واكرر، وانا اسف عن الازعاج اللي دائما اعيدها، الشيء اللي راح اسويه الان اجري واجركم، دائما اعيدها واكررها، لان المكان اللي وصلت له بدونكم كنت ما راح اوصل له بعد الله. المبلغ اللي راح ادفعه الان مستحيل يكون بيدي بدونكم بعد الله. الستاب اللي انا موجود فيه ما كان راح يكون عندي بدونكم بعد الله. الملابس اللي لابسها ما كانت راح تكون موجوده بدونكم بعد الله. المهم يا جماعه ما ابي اطول الكلام، ليتس جو، خلينا نقفل 9 ايتام يا الله. 9 ايتام، عمري 29، عمري 22 سنة اكمل 9 ايتام يا الهي، ايش قاعد اسوي والله ما ادري. اوكي يا جماعة خلصنا، تقبل الله منكم يا متبرعون الكريم، يا متبرعون الكرام. تذكرت شغلة يا جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. الله يجعله في ميزان حسناتنا يا رب، اللهم يا رب اجعله في ميزان حسناتنا، اللهم اجعله في ميزان حسناتي وحسنات كل من دعمني ووصلني لهذه المواصيل، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. ما ابكي يا جماعة، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب يا جماعة هذا اول شيء، نبدا بالباقي. والله انا اسف مرة يا جماعة اني قاعد اصارخ، بس انا مرة متحمس لان اليوم بسوي اشياء مرة كثير. طبعا انا قلتها بلساني، احمد الله ثم اشكركم انتم، فجاء دوركم انتم. في مقطع 8 مليون سويت 8 جيف اواي بلاي ستيشن لمتابعيني، لاني وصلت 8 مليون في اقل من شهر، وصلنا 9 مليون، والى الان البلاي ستيشن 5 ما نزل. فقلت اللي اسويه يا جماعه دام اني واصل 9 مليون، 9 اجهزه بعد. ولكن اخر مقطع نزلته اللي كان قبل 3 دقائق، دخلت مع فريقي اللي هو جي اكس ار، ولاني دخلت مع جي اكس ار وواصل 9 مليون، انا قلت لي جي اكس ار
انا ابي جوائز مرة قوية، انا ابي شيء مجنون. لهذا يا جماعة بدون لا اطول عليكم اشكر اولا قبل لا اقول جي اكس ار اللي منحوني الفرصة هذه والجوائز هذه علشان اعطيكم اياه. راح اسوي جيف اواي يا جماعة ل 20 جهاز بلاي ستيشن 5 مالنقة. واو دايم 20 جهاز دقيقة 20 هذه 10 20 جهاز. بالله عليكم في يوتيوبر يسوي كذا 20 جهاز بالله ابى اسالك بالله. كل اللي عليك تسوي تدخل على الرابط اللي تحت هنا، شوف هذا تضغط عليه راح تطلع لك الصفحه هذه. يحتفل جالكسي ريسر بانضمام ابو فله الى الفريق، وبهذه المناسبه نهدي 20 جهاز العاب من اختيارك كل اسبوع فائز واحد بلا بلا بلا. كل اللي عليك تسوي 3 شروط: فولو لحساب جالكسي ريسر في انستغرام، زائد فولو لحساب تويتر جالكسي ريسر، وبالاخير تزور حساب جالكسي ريسر باليوتيوب وتشترك. لما تخلص كل الشروط تضغط يس كونتينيو، تكتب اسمك كامل وايميلك، وكل اسبوع راح يفوز شخص واحد لمده 20 اسبوع وراح يتواصلون معاك ان شاء الله اذا كنت فايز. الرابط راح يكون تحت بالوصف، زائد رابط المشروع الخيري اللي الحمد لله دفعت فيه راح احطه تحت بالوصف عشان الناس تتاكد اني انا ما العب يمين يسار. اوكي ما يحتاج احط صدق، يعني في وثوق بيننا اصلا صح، ما يحتاج اني اوكي. خلصت الشيء الاول اللي هو بيني وبين ربي الله يجعله في ميزان حسناتنا، وخلصت الشيء الثاني اللي هو بيني وبينكم ان شاء الله الجوائز تكون حلوه. والان نبدا بالشيء الثالث. دايما ابو فله في شيء ثالث، ابو فله ايش قاعد تسوي؟ نعم في شيء ثالث مالنقة. المقطع هذا راح يكون مره اسطوري. طبعا يا جماعه خليني اقول لكم قاعده جدا مهمه دائما اقول لكم اياها، ودائما الين اموت راح اقول لكم اياها. لما تفرح فرح الناس اللي حولك. في كل مليون جديد افرح فيه دائما احاول افرح الناس اللي احبهم، والان دام اني وصلت 9 مليون راح افرح الناس اللي انا مره احبهم. الناس هذولا يا جماعه والله لو اتكلم ليه بكره ما اقدر اوفي اللي بقلبي لهم. الناس هذولا يا جماعه كانوا معاي بالسراء والضراء. الشباب هذولا والله بالنسبة لي أخوة. فبدون لا أكثر كلامي يا عزيز المشاهدة اللي راح أسويه كالآتي. طبعا ما شاء الله عندنا جروب يا جماعة بالواتساب، هذه صورتنا بالجروب كلنا متجمعين. الجروب تقريبا مثل ما قاعد تشوفون في 19 واحد. اللي راح نسويه كالآتي 19 واحد صح؟ 19 واحد راح نجيب له يا جماعة الآيفون الجديد مع النقر. والله راح يكلف كثير، والله راح يكلف كثير. فقبل لا اروح واهديهم الجوائز ودي اقول رسالة بسيطة لهم اذا كانوا يشوفون المقطع الان. انا مرة احبكم، شكرا لتواجدكم في حياتي، وراح اصير اذلكم يوميا يا كلاب يا معفنين. ليتس جو ما نقع. شوف ما شاء الله المصور المبدع حقنا. حسن كامل قواك العقلية؟ كامل قواي العقلية يستاهلون. الله يكرمك. قولوا حسن مو زين. ها؟ كامل قواك العقلية؟ اي كامل القوات العقلية. كامل القوات العقلية. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بتزعل اذا شو؟ يوتيوب اذا ما طلعتك؟ حبيبي لا تعبت معاي حبيبي. حبيبي طيب الله يخليك. انا بوجه رسالتي سلام للمصريين كلهم. احلى تحية لأم الدنيا. اوكي حاليا يا جماعه وصلنا المزرعه مع الزلم هذول طبعا هم الوحيدين اللي يدرون. فهمت شنو قاعد يصير؟ دقه قويه. شوف داخل الاكل يا ولد مطعم الخروف. حصل ايفون معك. تحصل ايفون. صوتك احمر. والله الشباب داخل الحين يا جماعه الحريق. شوف اوكي يا جماعة حاليا تعشوا الشباب عزمناهم، والحين راح نجيب الحلا. طبعا الحلا كيف راح يكون نظامه؟ الحلا راح نحط داخله بدال لا يكون في حلا ايفون. بالله عليكم يا رجال في اقوى من الحلا هذه؟ اقسم بالله كثر من الحلا. حبيبي الله يسعدك. الشباب راح يجيبون الحلا، بس قبل لا ندخل ويجيبون الحلا لازم نلقي كلمتنا. تفضل. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. 9 مليون حبيبي. طيب يا جماعه زين بعيد عن المسك. اوكي بعيد عن المسك ودي اقول جملتين 3 4 5. طبعا الجمعه هذه حلوه، فسويت الجمعه هذه عشان ودي اسوي شيء بسيط، لاني فرحت ب9 مليون. قلت اسوي شغله بسيطه. هذه شغله والله ما هي قدركم ابد. الشغله البسيطه هذه الفرحه اللي ب9 مليون ودي افرحها معاكم، لان انا كل مليون كنت افرح احد من الناس اللي ساعدوني ووصلوني للمكان اللي انا فيه. ونسيت شغله مهمه اللي هو انتم الشباب اللي ساعدوني بوصول المكان هذا.
ترى يمكن انت ما تحس بالشيء اللي قدمته لي، بس وجودك كافي. تغييرك لنفسي لما انا اطلع برا المونتاج وضغط الشغل واشوفك ارتاح، اسولف معاك ارتاح. عرفت؟ كثرت الكلام بلخص الموضوع باني اقول والله يمكن الشغله ما تستاهل كذا الكلام، بس والله جدا قليله بقدركم، جدا قليله، وان شاء الله مستقبلا اقوى واقوى من الاشياء هذه. واتمنى شيء واحد، هذه فرحه 9 مليون. الشيء اللي راح اقدمه الان صدق انه بسيط، بس اتمنى انك تقبل. ليش؟ لان مثل ما فرحت انا ب 9 مليون ابيك انت تفرح معي. لا ترد الشغله هذه حتى لو بسيطه او كبيره، تشوفها كبيره لا تردها، لان ابيك تفرح معي حتى لو فرحك بسيط. طيب يا شباب توزعون الحلا يا جماعه، يعطيكم العافيه، لان خلاص ما اقدر اسوي كذا. وزع الحلا طيب. طبعا هذه الحلا عشان تروقون قبل الهديه الرئيسيه. يا جماعه شباب لحد يبطل اللي قلتكم ها. طيب صور والله احسها واضحه ولا اطولها صح؟ والله واضحه صح؟ يعني عم يفتحوها، هذا مو حلا يا جماعه، شغله بسيطه مني. الله يعطيكم الف عافيه. يرحمني والديكم لا تردون. يرحمني والديكم لا حجرك. يرحمني والديكم لا حجرك. ابيكم تفرحون معي. شو مسوي؟ ابيكم تفرحون معي. زين دقيقه يا وش بدك؟ ابدع. اوه مبروك. يا سلام مبروك الزلش. شو لسه ما شفت شو اول مره اتفاجئ والله. الله يعطيك العافيه فنان. لا حد يستانس، لازم نبطل اللي داخل. والله تليفوني كلمة أخيرة يا جماعة، وربي تستاهل. طيب اخويا والله من زمان انا اخويا يا جماعه. يعني اخوي اللي ما يعرف كان من اكثر الناس اللي يحطموني لهذا. لازم بعض المرات حتى الناس اللي يحطمونك خلاص يعني تسامحهم. سيارتي اللي قاعد استخدمها هو اللي شرى لي اياها، والسياره باسمه، هو اللي مضبطها ومعطيني اياها. فدائما كان يقول لي اني انا ابي السياره لا تبيعها ابى اخذها. قلت له طيب كم تشتريها؟ يقول لي بشتريها بالمبلغ اللي راح تبيعه اياه. فانا قررت اخر فتره اني ابيع السياره، واخويا يعني قاعد يجمع حاليا فلوس عشان ياخذ السياره. اللي راح اسوي كالاتي، راح اعطيه السياره بلاش لانه يستاهل. لانه حتى لو انه حطمني وجلدني في بدايتي في اليوتيوب، لكن بالاخير يبقى اخوي اللي كان دائما يساعدني في بعض الاشياء. طبعا مو كل شيء. اللي لما كنت ابي اشتري الشريط كان يشتري لي الاشرطه اللي كنت اختم فيها الالعاب وكنت انزل فيها المقاطع. هذا الشيء ما قلت لكم لان الصدق سوى اشياء سيئه كثيره يعني خلتني انسى الاشياء هذه. يعني خلنا نروح نعطيك السياره ما برو ماي براذر فور ماي براذر فور ماي ماذر. والله هلا بالزلم. هلا والله هلا. كيف الحال دقيقة خلنا نطلعك يا اخي. قاعد تصور ولا شنو؟ اخو ابو فلا ليتس جو. لا تفضحني. ايه هلا والله. ليش افضحك؟ قول والله لخص الكلام يعني. طيب خير اوكي خير الكلام ما قل ودل. بكل بساطة بتعرف يعني ال6 مليون انا سحبت عليك، ما اعطيتك شيء مع الاهل. عاد تتذكر صح؟ اوكي. فيعني شيء يعني كان له سبب يعني، لانك انت كنت من الناس اللي كانوا ما يدعموني وساحبين علي. اشهد يا جماعه اشهد. طلع. اوكي اسف. كنت تقولي ليش قاعد تصور من الكلام هذا؟ صحيح انك كنت قاعد تأيسني يعني، عرفت خلاص. بس يعني بالحقيقه الواحد لازم يقول الحق. اخويا الكبير اللي دائما كان يساعدني ويشتري لي الاشرطه يوم كنت بلعب باتل فيلد، يوم كنت بشتري اشرطه وما عندي فلوس وقاعد ادرس، انت اللي كنت تشتري لي الاشرطه وانت اللي كنت تدعمني الصدق. عرفت؟ فيعني الشيء اللي راح اسويه الان قليل جدا قليل، دائما اقولها حتى قدام الشباب، شيء قليل جدا. بكل بساطه السياره اللي شريتها لي انت
انت اللي ساعدتني الاقي السياره هذه، وانت اللي سجلت السياره هذه باسمك. السياره اصلا مو لي، باسمك السياره، وانت اللي كنت ضبطتها وكنت تعدلها وكل شيء. انا ما كنت عارف شيء، المعلوميه يا جماعه ما كنت عارف شيء عن السياره. بالاخير السياره تجي لصاحبها اللي هو انت. هذه سيارتك يا رجل بدون اي مقابل يا زلمه، يعني خلاص هاي سيارتك يا رجل. حبيب قلبي بعد قلبي، ما لا تدفع لي فلوس ولا شيء، خذ السياره يا رجل. طبعا كنت متفق وياه انه يدفع لي فلوس يا جماعه، يعني ابيع له السياره، لكن خلاص يا رجل. او ترى السياره لا يغرك موديل 2009 غاليه ترى، ابغى 3000 دينار يا رجال. لا تنطر من كل شيء، ترى انا ارتيق قدام الكاميرا فاختصر لك اياها. عادي يعني قدام الكاميرا شيء طبيعي يا رجل، يعني بس ما نبي منك الا تاخذ الهديه. حبيبي مو بيننا شيء، سيارة سيارتي وسيارة سيارتك. هاي الحاجة بايع كلنا العائلة تجي يا رجال امسك اللي هي حبيبي شكرا حبيبي. يلا تبي شيء؟ تسلم انت عطني شيء، عطني شيء يا رجل. خلاص تعال وكذا الحمد لله خلصنا لا ما خلصنا، لا ما خلصنا. وين رايح؟ باقي اقوى شيء مهنقة، اخر شيء واقوى شيء بالمقطع. طبعا والله ما كان ودي اسوي الشيء هذا، ولكن في مقطع الاخير اللي نزلته اللي سكت فيه اللامبورجيني، وانا لما انضميت مع جي اكس ار الناس توقعوا اني انا شريت اللامبورجيني، بس تبون الصراحه اني ما اشتريت اللامبورجيني يا جماعه، كان ايجار اصور فيه بعدين راح اللامبورجيني، يعني راح اللامبورجيني. يعني طبعا ودي يكون عندي لامبورجيني بس اخسي والله. المهم وانا قاعد اقرا تعليقاتكم تحمست اني اشتري السياره. اي والله. واما بنعمه ربك فحدث، فاتى الوقت اني اتحدث يا رجل. اللي راح اسويها الان يا جماعه اني راح اشتري سياره احلامي، السياره اللي انا مره احبها. طبعا مو لامبورجيني لان اللامبورجيني غاليه، ولكن سياره حلوه ورخيصه بالسعر واحبها. فليتس جو يا جماعه في مقطع 9 مليون، خلنا اروح اشتري سياره احلام. بس دقيقه من وقتك، الله يعطيكم ويرزقكم وتشترون السيارات اللي تحبونها وتفرحون الناس اللي تحبونهم. الله يرزقكم ويوفقكم يا رب. والله مرة أحبكم، ودي بس أشارككم فرحتي فقط، لا تفهموني غلط بالشيء اللي قاعد أسويه، هياط وما هياط والأشياء هذه والله ما هي بعندي والله، بس إني والله ودي أشارككم فرحتي. فالآن ليتس جو، خليني أشتري سيارة. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you سيارة أحلامي، سيارة أحلامي. let the light من ورا حاجة ثانية. الله يعطيك العافية. اوكي يا جماعه قبل شوي خلصت العشاء والعزيمه وضبطت الشباب كلهم الا يوسف تتذكرون سويت فيه قبل؟ هذا هو جاي يا جماعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلينا اخر شيء ختامها مسك. تمام تتذكر انت اخر شيء اخر لحظة، لا تقول لي شيء، تتذكر شنو صار قبل انت صح؟ اي عشان كذا انا قلبي يدق. ادري اكثر واحد انا تمون علي والسوالف هذه وتطقطق علي وتسوي فيني مغالب، لكن اقسم بالله نطلع هالمره هالمغلب اقسم بالله بلاك ليست من حياتي كلها. لانه ليش؟ مو عشان انه المغلب، عشان ليش انا الوحيد اللي طقطق عليه، ليش مو الشباب الباقيين؟ كل عزيز على قلبي يا اخي. تضحك الناس علي كل مره؟ صدقت. فاقسم بالله قدامكم ورب البيت ما اكذب. طول لي بالك، طول لي بالك، الله اكبر. لان ما حبيت اتمسخر مرة يعني اوكي او تطقطق علي. نطلع مغلب اقسم بايات الله ما اكلمك، مو والله مو عشان التليفون. لا تكمل كلامك، لا تكمل كلامك. مقلبناك اول مره الناس يدرون تمام، هذه ثاني مره اعوضك فيها واقول لك انا اعتذر على المسح اللي صار. حبيبي تستاهل يا بعد قلبي، هذا جهاز جديد وتستاهلوا مثل الشباب اللي اعطيتهم، بس يعني الجهاز اللي هذا اجدد من الجهاز اللي اعطيته يعني.
والله انا شايف وانا شايف حجم اكبر. قلبي يعني والله تستاهل يا رجل. يعني اعذرنا. شوف انا قلت لازم اصور عشان شنو؟ عشان لا تاخذها بقلبك. دقيقه يا يوسف ولد ليش حق انا الوحيد اللي جايب لي غيري ولد. لانك قريب على القلب. كذي. وانا اعتذر للجميع اللي شافوا المقطع من ربعيه، بس هذا ساعدني بالتصوير وكل شيء. والله تستاهل يا زلمه، اقسم بالله العلي العظيم انك في القلب. والله قبل لا تفتح والله انك في القلب. خلنا نشوف الحين. والله انك في القلب قسم بالله. 11 برو 11 يا حبيبي وربي برو 11. يا ولد يا غبي راح يزعلون الشباب كذي. عادي وتستاهل يا الزلم، اقسم بالله انك تستاهل يا الله الزلم. والله العلي العظيم وحش وابن الذين وخوي وعشير وكل شيء. يا بعد قلبي يا بعد الليالي. طولي لا دقيقة. هاي ولد دقيقة يا شباب. دقيقة انا جايب له صدق يا جماعة. انا جايب له صدق. هاي شو يسوي ولد؟ فرش التراب. دقيقة عند النور. دقيقة شوف وربي امزح معك. ربي امزح معك. بالله اول شيء شكرا ومبروك 900. اقسم بالله لو انه طلع معه بسجن مو عشان التليفون. لما تقول طقطق علي اسف مصيبة. وشكرا على التليفون حبيبي. ادري مو قدري بس يا اخي اكيد جماعة مو قدرك حبيبي. بالله قدرك نعال. فرش التراب